ايش قد المصاريف اتفقنا انا وبايش نوديه على حسابنا ولحد ما يرجع مشافى معافى ان شاء الله يا رب. امي خبرتني قالت لي هذا مثل اخوك ولا تقصر وياه، فاكيد قلت لك هو مثل اخوي الحمد لله والشكر. وين تكون العمليه مالته بدبي بتركيا باي مكان انا راح اروح له بيوم العمليه ان شاء الله. واحنا حاضرين لاي شيء من ما يطلع للبيت لحد ما يرجع للبيت سالم غانم ان شاء الله. انا اشوف دايما حسين اشوفه. فرحتوني مشكورين. اناشد المنتخب، اناشد يونس محمود وليد انضرب طلقه براسه يا منتخبنا يا ولدنا، ابوس ايديكم يا خاله تعالوا شوفوا وليدي. اناشد المنتخب العراقي يطلعون الطلقه من راسي. فاول العراق، كرة تلعب عرضية خطيرة هي جول. الله 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 الله. جدي العز عنده الله تعالى وعاقل اسمه عباس نبجيهم عراق. راح ناخذ اتصال من الكابتن ابراهيم بايش في سبيل انه يسولف ويا والدته ويسولف ويا الطفل. يا الله السلام عليكم كابتن. وعليكم السلام. حياك الله يا طيب، شلونك شلون صحتك؟ اسفين على ازعاجك. البارحه من نزلنا الحلقه اول المتصلين جنابك وموقف مشرف، وقلت هسه اجي وقت متاخر من الليل، قلت هسه اجي واشوف الطفل يمنا ووالدته يمنا، حبوا يسلمون عليك ويشكرون من جنابك. حبيبي الحجيه وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا شلونك عيوني؟ شلونك زين؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك، فدوى لقلبك ابويا، يعطيك العافيه. انا ما ادري الحمد لله والشكر لله. الحمد لله والشكر. اول ما شفته يعني والله صراحه حتى بكيت عليه والله، وكل هذا اقول الحمد لله والشكر من فاز منتخبنا ورفع راسنا. الله يشهد. لان من شفته حقيقه ما يعني صار الشعور لا راضي، قلت لازم اتصل بواحد. صحيح. فاتصلت واحد من المقدم بالبرنامج، قلت له لازم اشوف الولد. الله يبارك فيك ان شاء الله. قال لي لا، قال لي اليوم بالعشرة بالليل، اخذت موعد 10 بالليل هم اشوف. الله يبارك فيك ان شاء الله. انا واخوي ايمن حسين متكفلين كافة العملية. رحم الله والديك، الامل بيكم ان شاء الله. رحم الله والديك ابويا، وهذا علاوي يريد يسلم عليك. شلونك عمو؟ حبيبي علاوي. شلونك؟ شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ زين، انت شلونك؟ والله زين. تصير سبع وما لك دخل، انا وانا اسوي لك العملية حبيبي. اريد اشوفك. صار من عيوني تدلل. فرحنا كلش، الله شاهد، رد الامل بيه، ولا هو الامل من الله بس رده بيه اليوم ان شاء الله الامل، واروح فدوه له ما يقصر ان شاء الله، وفرحني وفرح وليدي، وفضل من عنده. البارحه يقول والله ما قدرت انام الليل، ومتصل بالكابتن ايمن حسين، خلف الله عليه. احنا نريد الطلقه تطلع من راس وليدي، كل شيء ما اريد، واريد من سيد الصدر الله يحفظه المقتدى، يطول بعمره، يباوع على حالة الطفل هذا، يدز عليه، يقول امنيتي بس يخلي ايده على راسي. الله شاهد. زين البارحه من شاف صورته والله بكى الولد هذا. زين يقول شو العد ليش ما دز علي؟ قلت له ما الله كريم ان شاء الله يدز عليك. نشكرك على هذا البرنامج، ونتمنى من يعني البرامج الاخرى ايضا تتطرق لهذه المواضيع، يعني لو ما انت اكيد ما كنا نعرف
هذا الطفل اللي يصاب بسبب طلق ناريه في المنتخب. من مقدم برنامج هموم وخيرات اهلنا سلامي للوالده وقلها حليبش طاهر وما قصرتي على الوصيه وعلى اللي جابت لنا البطل اللي رفع راسنا وفرحنا. يعني ما شاء الله عليك شلون مسوي الله يعطيك صحه وعافيه ان شاء الله استاذ، الله يطول بعمرك. ما توقعت هيك انا، الله شاهد ما توقعت هيك البارحه. في نهايه حلقتنا من برنامج هموم وخيرات اهلنا الفرحه اليوم للطفل علاوي، اتصلوا بينا المنتخب العراقي وبارك الله بيهم، اللي اتصل واللي ما اتصل، اللي اتصل وعنده مجال وقال للحجيه بشري، واللي ما اتصل عنده امور وعنده شغل وعنده عمل وارتباطات، فبارك الله بالمنتخب العراقي، بارك الله بالاخوه اللي تناقلوا الفيديو ونشروه على صفحاتهم، اذا كان الانستا واذا كان الفيسبوك، اذا كان نور صبري واذا كان نشأة اكرم واذا كان باقي اللواعيب واذا كان يعني خاف نسينا واحد، هواي لواعيب علقوا ونشروا الفيديوهات، هواي فنانين هواي اعلاميين، بارك الله بكم وما قصرتوا. الفرحه ان شاء الله راح تكمل خارج العراق، نجري العمليه للطفل علاوي وراح ترافقه كاميرا هموم وخيرات اهلنا، ومن هناك نفرحكم ونحتاج دعاكم، وان شاء الله فرحونا المنتخب العراقي بكاس الخليج، واليوم فرحونا راح يطلعون الطلقه من علاوي مثل ما راشد. تقول للمنتخب مشكورين وما قصرتوا. اليوم شفت ايمن حسين تحققت امنيتك، فرحان؟ اي